بص، انت هتسمع دلوقتي معايا قصة من اغرب القصص اللي مرت على تاريخ مصر. اللي قدامك في الصورة ده مذيع مصري كان من اشطر المذيعين على ايامه، ولكن حصل معاه موقف دمر مسيرته المهنية كلها، شقلب حياته 180 درجة. السلام عليكم. طبعا ان شاء الله يكون الفيديو ممتع، وما تنساش الاكسبلور ويلا بينا. في سنة 2010 وصل اتصال للشرطة غريب جدا. المتصل بيقول للشرطة تعالوا علشان انا خلصت عليها. الضابط رد عليه بيقول له انت خلصت على مين؟ قال لهم تعالوا بسرعة. الشرطة خدت منه العنوان، واول ما وصلوا للشقة كانت الصدمة ليهم، لقت جثة البنت مرمية على الارض ومضروبة برصاصة في دماغها، وكان جنبها الراجل اللي اتصل للشرطة وجابهم للمكان. واول ما دخلوا قال لهم انتوا اتأخرتوا ليه؟ اللي على الارض دي مراتي وانا اللي عملت كده. الضابط اول ما شافه انصدم، لانه عرفه على طول ده المذيع ايهاب صلاح المشهور. طب ازاي ده حصل وليه؟ خلينا نرجع للزمن لسنه 1993. في السنه دي اتخرج الطالب ايهاب صلاح من الجامعه، بدا ان هو يسعى علشان يحقق اهدافه وطموحاته، وبصراحه كان حلمه ان هو يكون مذيع، وفضل ان هو يسعى ورا الحلم ده، وفعلا اتقبل في القناه الثالثه المصريه، وقدم اول برنامج ليه وكان لابق جدا على الشاشه، برنامج ورا التاني لحد ما بقى من اشهر المذيعين في مصر، ده لو ما كانش اشهرهم. وكان سبب شهرته ان هو عنده قبول قدام الكاميرا ولبق في الكلام، فالناس حبته واتشهر لدرجة ان هو كان بيقدم 3 برامج في اليوم. مرت الايام ويوم عن التاني كان بيحقق نجاحات اكبر، واعجب بواحده كانت شغاله معاه في القناه اسمها دعاء في الاصل كانت شغاله مساعد للمخرج. هو اتكلم معاها واعجب بشخصيتها واحترامها، وقرر ان هو هيتقدم لها، وبالفعل خطبها وكان سعيد معاها، وكل الامور مشيت زي الفل. ولكن كانت في حاجه مضايقاه جدا، وهي ان اهل دعاء محافظين جدا، لدرجة انهم ما كانوش بيسمحوا ليه ان هو يرن عليها في فترة الخطوبة. كانوا سامحين ليه ان هو يطمن بس عليها، انما ياخد ويدي معاها في الكلام لا. حتى كمان ما كانوش بيتكلموا مع بعض وهم في الشغل، ده اخواتها كانوا بيوصلوها ويروحوها على طول، فكان التواصل ما بينهم قليل جدا. ولكن هو استحمل علشان هو بيحبها. وفي يوم هو بيذيع البرنامج بتاعه جه اتصال على رقم القناة، والاتصال ده اتكرر اكتر من مرة. الرقم فضل يرن يوم، اسبوع، شهر، كل ما برنامج المذيع ايهاب يتعرض الرقم بيرن. يعني الرقم ما كانش بيرن غير في الفترة بتاعة المذيع ايهاب وهو على التلفزيون. ففريق الاعداد بتاع القناة قال له ارجوك رد على الرقم ده علشان احنا محتاجين الخط. احنا ردينا على الرقم ده، وطلعت واحدة اسمها ماجدة وقالت انا نفسي اكلم المذيع ايهاب. قال لهم خلاص هاتوا رقمها، وراح جاي كاتبه ومروح. واول ما وصل رن على خطيبته واطمن عليها، ولسه هيقعد يدردش معاها راح والدها دخل وقفلت السكة في وشه. الموقف ضايقه جدا، وفضل قاعد مع نفسه حبة بيفكر، وبعدين افتكر الرقم اللي خده من الاعداد. راح جاي كاتب الرقم ورنن عليه، والرنه ما كملتش راح الرقم فتح ورد عليه. اول ما فتحت راح جاي معرفها بنفسه وقال لها انا المذيع ايهاب صلاح. فرحت جدا وقالت له اخيرا رديت عليا، انت مذيع شاطر جدا، انا اكتر حد بحب اشوفه على التلفزيون. وفضلت تمدح فيه بشكل مش طبيعي. قال لها شكرا ليكي، طب انت حضرتك كنت بترن ليه؟ قالت له بصراحه كده انا ما عنديش مشكله ولا حاجه، ولكن انا كنت برن علشان انا معجبه بحضرتك. وفضلت تكمل مدح فيه، وقالت له انا اسفه جدا مش هرن عليك تاني. راح قال لها لا مفيش اي مشاكل، وراحت جايه قفلت وهو قفل، ومفيش ثواني ورنت عليه تاني وقالت له واحنا ينفع نتكلم في وقت تاني؟ قال لا بصراحة أنا مشغول، وراح جاي قافل السكة وهي قفلت السكة. تمر الأيام، وبعد أسبوع الرقم يرجع يتصل بشكل مبالغ فيه على القناة. الإعداد بلغه، بص لقاها هي، انصدم. رد عليها وقال لها نعم. قالت له أنت عامل إيه؟ هو انا ينفع اشوفك؟ على فكره انا عازماك في الفيلا بتاعتنا. وراحت جايه مدياله ميعاد وقالت له انت لازم تيجي، انا مبلغه اهلي ومفهمهم انك جاي. قال لها طب خد رايي حتى يمكن ما اكونش فاضي. طيب خلاص انا هشوف جدولي واكلمك. هي كانت مفهماه ان اهلها ناس غنيه وعندهم فيلا، وكل اهلها في مناصب، يعني كانت رسمها عليه. المهم لما خلص نشرته راح جاي رنن عليها وخد منها معاه. في اليوم اللي بعده خد عربيته واتحرك على الوصف اللي هي دتهوله، وهو ماشي بالعربيه وماشي على الوصف اللي هي دتهوله دخل في مناطق شعبيه وحواري غريبه، مناطق عشوائيه وفقيره جدا. ولما الطريق خلص لقى نفسه قدام بيت قديم. بيقول انا دخلت البيت لقيتهم ناس عاديين جدا وبسطاء، وببص على الست اللي كانت بتكلمني لقيتها واحده وزنها معدي ال 150 كيلو. قعدوا اتعشوا فعلا ودردشوا واتكلموا، وعرفهم ان هو خاطب واحده اسمها دعاء شغاله معاه في الشركه، واهلها وهي ساكنه فين، يعني عرفهم كل حياته. اول ما خلص القعده ومشي قرر ان هو مش هيرد على الرقم ده تاني ابدا. فضل ترن عليه يمين شمال، هو كان رافض
تماما ان هو يرد عليها. الرقم برضه فضل يرن على القناه بشكل مبالغ فيه، اخر ما زهق راح جاي رد عليها. قالت له انا مش طالبه منك غير طلب واحد بس، سيبني احبك. انا عارفه انك اول ما شفتني شكلي ما عجبكش، بس مش عايزه منك غير انك تسيبني بس احبك، ولو ما عملتش اللي انا هطلبه منك ده فانا همسك خطيبتك وادلق على وشها ميه نار وهشوهها لك خالص وهدمر لك حياتك. وقالت له علشان تعرف ان انا بتكلم جد بص من الشباك كده. اول ما بص لقى في عربيه وهي موجوده فيها وفي حوالي 15 بلطجي. قالت له ها موافق ولا لا؟ قال لها خلاص ماشي انا موافق. على طول خرج بعدها وراح مبلغ الشرطه، وكان بيحصل استدعاء وبتخرج بسبب قله الادله، وفضل يسيرها اول ما ترن عليه يرد عليها ويجريها في الكلام لحد ما اتجوز دعاء. واول ما اتجوزوا خدوا اوضه في فندق علشان يقعدوا مع بعض. بيقول اتفاجئت ان تليفون الفندق بيرن، واول ما رديت لقيتها بتقول لي ايه مش تعزمنا يا عريس؟ وفضلت تطارده لحد ما هو قرر ان هو يعترف لدعاء. ولكن التليفون كان بيرن بشكل مبالغ فيه وبدات المشاكل تحصل. وخليني اقول لك ان هو ما كملش وقت كبير مع دعاء لانه طلقها على طول. ما عداش وقت من طلاق دعاء راح جاي بعدها على طول اتجوز واحده اسمها فاطمه. ماجده لما عرفت اتجننت اكتر، راحت رايحه له تحت القناه ورنت عليه. قالت له بص انا ما عنديش مشكله انك تتجوزني واكون التانيه، ومش عايزه شقه، انا هقعد في شقه على حسابي ومش عايزه كمان مصاريف، انا هصرف على نفسي. وبالفعل اتجوزها عرفي واتفق معاها ان هو هيروح لها يوم واحد في الاسبوع، وفي يوم من الايام يرجع لفاطمه مراته يلاقي ماجده هناك ماسكاها ضرباها وفضحته قدام فاطمه. فاطمه على طول راح جايه طالبه الطلاق وراح جاي مطلقها. كده بقى مين؟ ماجده. بيقول ان معاملتها كانت عنيفه جدا، كانت دايما بتشتم وبتغلط ودايما بتذله انها بتصرف على نفسها، بس هو كبر دماغه وقال لها برضه هجيلك يوم واحد في الاسبوع. وفي يوم خرج من شغله متاخر فقال ان هو هيروح لماجده لان البيت قريب، مع ان اليوم ده ما كانش يومها بس هو كان متاخر فقال اما احود على البيت على طول. اول ما وصل بيفتح الاوضه لقى اخت ماجده على السرير، راح واخد هدومه وخارج بره. ماجده خرجت له قالت له ايه انت ايه اللي جابك النهارده؟ والكلام شد ما بينهم وبداوا يتخانقوا، وهما في وسط الخناق راح جايه ماجده خبطاه بالقلم على وشه. هو ما استحملش راح على طول واخد المسدس من الدولاب وخبطها طلقه في دماغها. بدا ان هو يستوعب اللي عمله وانصدم، راح على طول رانن على الشرطه. وزي ما سمعنا في اول الفيديو المفروض ان الحكم اللي كان هينصدر ضده الاعدام، ولكن الحكم اتخفف واتحكم عليه ب 45 يوم في مستشفى الامراض النفسيه، وبعدين خرج من المستشفى واتحكم عليه بالسجن لمده 15 سنه. واول ما طلع من السجن كتب كتابه اللي كان فيه القصه كلها بتاعته. وانا حاليا بقول لك القصه من كتابه، ولكن في الغاز كتير قوي في القصه دي. يعني بالعقل كده انا مش هعرف اخد حقي من واحده بتطاردني، انا مش هعرف امنعها خالص. القصه دي فيها الغاز كتير قوي، كمان في اقاويل بتقول انهم ما اتخانقوش مع بعض في الليله دي. انا مش عايز اظلم الزوجه، ولكن كل الحاجات اللي انا لقيتها والمصادر كانت بتقول نفس القصه اللي انا بقولها لك دلوقتي.